السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوضح لكم الفرق بين انخفاض السكر اولا الاعراض ديال انخفاض السكر في الدم وارتفاع السكر في الدم مع بعض النصائح ديال كل وحده فيهم. خليكم معايا. بالنسبه لاعراض انخفاض السكر اولا ما يسمى بالايبوغليسيمي فراه ملي كيهبط السكر بزاف في الجسم ديالنا كيبدا الشخص يحس بالدوخه، التعرق، تشوش في الرؤيه، كيولي شاحب، وجهه شاحب، كيحس برجفه ولا الرعشه في الجسم ديالو، والفم داكشي داير على الفم ديالو كيحس بحال كيتنمل، داكشي داير على الفم ديالو، كيحس بجوع غير عادي، عصبيه، احساس بالضعف، فقدان التوازن. وفي الحالات اللي خطيره بزاف هو انه المريض كيولي في كوما اولا كيغيب، وهذه الحاله اللي خطيره في هذا الشيء هذا. بالنسبه للنصائح اللي يمكن نعطي للشخص اللي كيكون طايح ليه السكر، فراه هذه ولا اللي كيطيح ليه السكر دائما يهز معاه شي حاجه حلوه بحال التمر، السكر، نيت، حلوه، عصير، يعني شي حاجه تطلع ليه السكر دغيا سور بلاص. وما تغفلش على الوجبات ديالك خصوصا الفطور. والا كنتي مريض بالسكر دائما راقب السكر ديالك بانتظام باش تعرف واش طالع ولا لا، باش ما تبقاش تتوصل شي حاجه اللي هي لا يحمد عقبها كما كنقولوا. ما تمشيش بوحدك الا كنتي خارج، ضروري يخرج معك شي واحد، خصوصا الا كنتي عارفه راسك كيطيح لك السكر دغيا، باش الاخر اللي كاين معاك يعرف كيفاش يتصرف. اما الا كنتي في غيبوبه فراه ضروري الناس اللي حولك خاصهم يديوك اقرب مستشفى او اقرب هذا باش يقوموا بالاجراءات اللازمه. اما بالنسبه لاعراض ارتفاع السكر او ما يسمى بهيبرغليسيمي، فراه ملي كيطلع السكر كيظهروا بعض الاعراض اللي تعرف بان هذا الشخص راه طلع ليه السكر، بحال العطش الشديد، تبول متكرر، جفاف حول الفم، تعب مستمر، رؤيه مشوشه، فقدان الشهيه، صعوبه في التنفس، رائحه الفم كتولي الريحه ديال الفم ديالو كتشبه الفاكهه. بالنسبه للنصائح اللي نقدر نعطيكم باش تتعاملوا مع ارتفاع السكر، فراه هذه كتكون في المرتبه الاولى خاصكم تبتعدوا عن السكريات الزائده، بعدوا ما امكن عن ما هو سكري، والمأكولات السريعه كذلك، لحقاش حتى هي كتكون فيها نسبه مهمه من السكر وحنا ما بغيناش هادشي. وكنصحكم عاوتاني بشرب الماء بكثره، لحقاش الماء كيساعد الجسم باش يتخلص من السكر الزائد، مع ايضا ممارسه الرياضه بشكل منتظم. حتى المشي راه مفيد بزاف، اللي ما قادرش يمارس الرياضه زعما الجري وهذا يتمشى، مجرد المشي سوا راه مفيد بلا قياس. وما تهمش الادويه ديال السكر اللي كيكون كاتبهم لك الطبيب، وخاصك المتابعه مع الطبيب، ودير تحاليل دوريه، يعني كل مره دير تحاليل باش تشوف الحاله ديالك فين وصلات وتراقب الحاله ديالك. الا كنتي مريض بالسكر او كتعاني بشخص مريض به، فراه مهم بزاف تعرف الفرق بين هاد الحالتين باش تتصرف بسرعه. الله يشافي الجميع.